أزوا الفلاون. اقتراب صدام عسكري بين الجزائر والمغرب، هذا هو الموضوع الأساسي اليوم، مع تقرير سنتكلم عليه صدر في الساعات الأخيرة، تقرير في غاية الأهمية بالقياس مع ما يحدث، وقضية القاذفة الأمريكية التي كانت فوق الأجواء، حلقت فوق الأجواء المغربية في الأيام الأخيرة. بطبيعة الحال سنعود إلى هذه القضية، وكل القضايا هذه كل قضيتين مرتبطتين ببعضهما البعض، ولكن التقرير هذا بطبيعة الحال احنا سنتطرق بطبيعة الحال إلى الدلالات، راح نعطيكم تفاصيل التقرير، ولكن إلى دلالته في السياق الحالي وفي سياق هذه زيادة التوتر في المنطقة وما يقوم به خصوصا النظام الجزائري. ولكن قبل هذا ربما بداية بحدثين مهمين جدا حدث في الساعات الأخيرة بطبيعة الحال بالقياس مع الأحداث، مع ما يحدث في سوريا، بالقياس مع ما يخصنا نحن في شمال إفريقيا هو الموضوع الإيراني. لكن بداية موجود أيضا الموضوع تعيين آخر من تعيينات دونالد ترامب، لأنه تطرقنا إلى في البثوث في الأسابيع الأخيرة إلى قضية تعيينات ترامب بما يخص شمال إفريقيا. تكلمنا على طبيعة الحال تعيين تاع ماركو روبيو اللي هو الأهم شيء بالقياس مع ما يحدث بين الجزائر والمغرب. أيضا إليس ستيفانيك اللي هي ستكون سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لدى الأمم المتحدة، والدور اللي ستلعبه في قضية الصحراء، وتعيينات أخرى ربما يعني عندها أهمية بالنسبة لما يحدث في شمال إفريقيا. والآن اليوم تعيين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى فرنسا، السفير الأمريكي لدى فرنسا الذي سيكون شارلز كوشنر، الوالد تاع جاريد اللي بطبيعة الحال نعرفه جيدا في المنطقة، ويعرفه جيدا النظام الجزائري لأنه واحد من الكوابيس تاع النظام الجزائري. الناس ربما احنا لما نتكلموا دائما على موضوع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في نهاية سنة 2020، ربما دائما نتكلموا على تغريدة دونالد ترامب، لكن بطبيعة الحال مصمم ومهندس للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء اللي جاء في إطار أيضا الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، بمقابل بطبيعة الحال جاريد كوشنر إيفانكا ترامب هم من كانوا بطبيعة الحال وراء هذا الاعتراف، وراء التصميم تاع القضية هذه. زيارات متعددة لجاريد كوشنر إلى المغرب مع إيفانكا ترامب، يعني كانوا وراء بطبيعة الحال في الملفات الخارجية. دونالد ترامب أنا دائما نعطي المثال البسيط اللي يتكلم عليه حتى المحيط تاع دونالد ترامب، كانت قضية قصف وقتها لنظام عملية ردع أمريكية لنظام بشار الأسد في وقت إدارة دونالد ترامب، كان مجرد يعني كلمات من إيفانكا ترامب اللي كانت مستشارة له، يعني حركت قرار أمريكي بقصف يعني سوريا، ردا على ما اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية استفزاز. يعني هذه تعطي الصورة يعني على أن الملفات هذه بطبيعة الحال من يديرها في محيط دونالد ترامب. الآن لما تقول الوالد تاع جاريد كوشنر شارلز كوشنر نفس الخط بطبيعة الحال تاع الابن، ويعين في فرنسا، أكيد أنه هذا عنده علاقة بالإشكاليات بين الولايات المتحدة وفرنسا. هي على العموم إشكاليات تجارية، إشكاليات مرتبطة باتفاقيات تجارية وبالاقتصاد بين البلدين، لكن ليست مرتبطة بالمواقف البلدين في الملفات الكبرى، في الملفات الأمنية، في الملفات مثلا خصوصا في إفريقيا. عمره ما كان اختلاف بين الإدارة الأمريكية وبين مراكز القرار في فرنسا. عندنا هنا يعني نرى أيضا يعني أن النظام الجزائري يفقد كليا في يعني بالمتابعة للأحداث.
يعني صار نظام خارج كل شيء، خارج الإطار الزمني، خارج الإطار المكاني، خارج الساحة الدبلوماسية اليوم في العالم كيف تسير أصلا بالحماقات المرتكبة في السنوات الأخيرة. ولكن في موضوع هذا التحولات في الإضاءة فيما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، راح الأمور تنقلب كليا، وهذا ما سنتطرق إليه فيما بعد. لكن حبيت نبدأ بالحدث هذا تاع تعيين اللي عنده أهمية كبرى بطبيعة الحال، لأنه نتكلموا على سفير الولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا، وفرنسا الدور تاعها في شمال إفريقيا. وإحنا اليوم كل يوم نتكلموا على العلاقات بين فرنسا الجزائر، فرنسا المغرب. ولكن قبل ما نروح لقضية فرنسا الجزائر فرنسا المغرب، أيضا مسألة أخرى هي مسألة ما يحدث في سوريا على السريع. يعني وهنا ربما تقريبا راح نقول خبر وحيد تقدر تقول أنه إيجابي بالنسبة لمنطقتنا مع الأمور هذه اللي نتكلموا عليها، مع ما يقوم به النظام الجزائري من كوارث، مع ربما الإمكانية تاع أنه تنفجر المنطقة بسبب الحماقة تاع النظام الجزائري. الشيء الإيجابي هو ما نراه ما يحدث في سوريا، يعني من تراجع النفوذ الإيراني للقوة الإيرانية. نرى الآن كيف في الساعات الأخيرة بطبيعة الحال كيف تم إضعاف إيران من طرف إسرائيل. أنا دائما ما قلت أنه الشيء الإيجابي في إسرائيل الوحيد هو أنه إذا كانت يعني عندها تأثير لضرب إيران، لضرب نفوذ إيران. ومع ما يحدث في سوريا، يعني كيف الآن الأحداث تتجاوز إيران، ما حدث في حلب، السفارة الإيرانية أيضا هناك، القنصلية هناك والهجمة عليها التي حدثت الآن، إيران لتبحث على وساطات، معناتها تجاوز الأحداث. وهنا ترى يعني أنه من بوادر الضعف ومن بوادر ربما التخلي عن الدور، مش تخلي نهائيا لكن ربما عدم قدرتها الآن على دعم ميليشيات البوليساريو مثل ما كانت تفعل من قبل. الخوف من الإدارة الأمريكية الجديدة ومحاولة البداية من بشكل ربما إيجابي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتزامن مع هذا طلب الوساطة مع المغرب بطبيعة الحال من أجل محاولة إعادة العلاقات مع المغرب، أو على الأقل يعني أنه يرجع يكون هناك تواصل دبلوماسي بين البلدين. لكن ما يحدث في سوريا الآن هو فقط الأمر الإيجابي الذي نستقيه نحن. بطبيعة الحال سوريا هي ظروفها كارثية الآن منذ 2011، هذا الأمر ليس بالجديد. لكن بالقياس مع الدور الإيراني، بالقياس مع النفوذ الإيراني، هذا يعطي صورة على أن الأمور تجاوزت، وأن الضربات التي تلقتها إيران من طرف إسرائيل أضعفت بشكل كبير هذا البلد اللي بطبيعة الحال دوره سلبي. لا أظن أن نهاية الدور السلبي لإيران لا في شمال إفريقيا ولا في الدول المحيطة بها في الشرق الأوسط، لكن على الأقل ربما هذا ينقص من النفوذ تاعها ومن إمكانية أنها مثلا تساند البوليساريو بأسلحة مثل ما كانت تفعل من قبل، وهو ما يهدد بطبيعة الحال الاستقرار في منطقتنا. الآن ربما نروح المسألة تاع فرنسا، لأنه المواضيع المرتبطة بفرنسا ما أكثرها، يعني فيما يخص شمال إفريقيا وفيما يخص العلاقات بين الجزائر وفرنسا، المغرب وفرنسا، الاشتعال تاع القضايا هذه، الأزمة الدبلوماسية الآن اللي راهي تزيد حدتها يوما بعد يوم بين النظام الجزائري وبين فرنسا بسبب قضية بوعلام صنصال التي لا زالت فيها حلقات وحلقات. لكن ربما واحدة من الحلقات نذكركم فقط بقضية، لا أدري إذا كنتم كلكم تتذكروا، أكيد كلكم تتذكروها، المأساة التي حدثت في شهر أوت من سنة 2023. تتذكروا ربما. إذا بين البحرية اللي كنعتبرهم حنا الجارة ديالنا اللي كنتوقع منهم غير الخير قاموا بالقتل. دابا نتمناو من الله سبحانه عز وجل، يعطينا مزيد من الصبر وياخذنا الحق ديالنا في هذا الناس اللي كنعتبرهم حنا اخوه ديالنا والجوره ديالنا
وما توقعناش منهم هذا الشيء هذا. دابا نتمناو ومن جهات المسؤوله ديالنا حنا دقينا. هذا الكلام اللي بطبيعة الحال كلام في غاية ضبط النفس إلى أبعد الحدود، رغم أنه كان في جنازة اللي تعرفوا بأنه تم اغتيال كان ضحيتين لشباب، يعني بسبب يعني الظروف أنه وصل الظلام، كانوا فوق الجيت سكي يعني في الحدود الجزائرية المغربية، وانتهى بهم الحال داخل المياه الإقليمية الجزائرية. وهو الأمر شهر من قبل حدث مثلا لعائلة جزائرية وجدوا نفسهم داخل المياه الإقليمية المغربية، عوملوا بكل إنسانية وتم نجدتهم وأعطوهم الأكل وغير ذلك، وعادوا إلى بيوتهم بشكل عادي دون أن يتم التعرض لهم. لكن لما حدث الأمر هذا مع هذا الشباب المغاربة، خفر السواحل الجزائريين قاموا بإطلاق الرصاص بشكل لا إنساني بطبيعة الحال، ولو أنه وقتها البيان قال لك بأنه كانوا مستفزين ورفضوا وكذا أوكي. راحوا ضحيتين، لكن كان شخص نجا، من واحد رجع بطبيعة الحال المغرب، ولكن شخص آخر نجا من إطلاق الرصاص هذا وارتمى في البحر. ونعرفوا بأنه الشخص هذا تم سجنه من طرف النظام الجزائري، تم سجنه، ولكن القصة تاعو واحد ما يعرفها، ما حدث له ما. الآن هذا اللي هو اسمه إسماعيل الصنابي، جريدة لو موند البارحة يعني فجرت القضية تاعو، الشهادة تاعو اللي هي شهادة في غاية الخطورة بطبيعة الحال، وستكون لها تداعيات على النظام الجزائري وعلى الصورة تاع الجزائر دائما، وعلى القذارة أيضا تاع النظام الجزائري. لأنه من كان يتكلم ربما كان يقول لك أنه هادو إخوة وحنا كنا نتوسموا خيرا، سنرى يعني الحقيقة تاع النظام الجزائري. المقال تاع جريدة لو موند مع هذا اسماعيل الصنابي الذي نجا بأعجوبة، ولو أنه نجا لكن ما تعرض له هو جحيم حقيقي. العنوان يقول لك ريسكابي دون اني اون انفير، ناجي من يعني من سنة في الجحيم، après une virée en jet ski entre le Maroc et l'Algérie، بعد يعني جولة في الجيت سكي كانت بين الجزائر والمغرب. وهذا اسماعيل الصنابي ما رواه يعني أنا راح نقول لكم فيما بعد الحقيقة من عدمها في القضية هذه، وراح نعطيكم لماذا يعني كيف أعطي القراءة على حقيقة الشهادة من عدمها. لكن الشهادة في شهادته هذا اسماعيل الصنابي الذي نجا، أولا يقول لك مباشرة هو ارتمى في البحر لما سمع إطلاق رصاص أو أمر مثل هذا، ارتمى يعني في البحر. أول احتكاك تاعه مع خفر السواحل هو كان ينطق بالشهادتين بحكم الخوف، بحكم الرعب. أي واحد في أنتم المستمعين ربما جزء كبير 90 95 لا أدري النسبة، لكن من يعني مسلمين أكيد أنه لما تحس بالخطر، لما تحس بالرعب، أول حاجة راح تنطق بالشهادتين وتسلم أمرك لله. نطق معاه واحد من خفر السواحل الجزائرية قال له أنت يهودي علاش تنطق بالشهادتين هكذا؟ تخيلوا يعني. فهذا اسماعيل الصنابي اصلا لا يفهم لا اللهجه الجزائريه ولا اللهجه المغربيه تقريبا. هو ولد في فرنسا ولكنه فرانكو مغربي، وهنا ربما لازم تركزوا في قضيه الجنسيه يعني. يعني أول احتكاك تاعه مع خفر السواحل الجزائريين كان هذا في البداية، دون أن يكونوا عندهم أي معطيات عليه. إنسان جا في جيت سكي مباشرة يقولوا له أنت علاش تنطق بالشهادتين؟ أنت يهودي. أوكي، معاداة السامية رقم واحد، لأنه هذه الشهادة جات في جريدة فرنسية والآن العالم راح يطلع عليها. يعني معاداة الديانة اليهودية من طرف يعني هيئة نظامية في الجزائر، ولو أنه هو ليس يهودي أصلا، يعني هو مسلم قاعد ينطق بالشهادتين. كيفاش يهودي ينطق بالشهادتين؟ ثم يبدأ الاستجواب، والاستجواب كان كله: هل ذهبت إلى إسرائيل؟ هل عندك علاقة مع إسرائيل؟ هل أنت يهودي؟ وش علاقتك باليهودية؟
بطبيعة الحال الاستجواب كله دار في هذا الهوس والحالة المرضية، إسرائيل ما إسرائيل. راكم شفتوا أصلا القضية تاع لما فرضوا التأشيرة على المواطنين المغاربة، قال لك ورم عملاء صهاينة يأخذون جوازات سفر مغربية وغير ذلك. ومن القضية هذه كانت في أوت 2023. باش تشوفوا الحالة المرضية تاع النظام الجزائري، القذارة تاع النظام هذا. ثم يتكلم على ما تعرض له من تعذيب. هنا ننتقل إلى أمر يعني بشكل مباشر. قال هو بوصفه يقول أنه تم تقييده، يعني تم ربطه، يعني هو يقول لك الحيوان تقريبا، يعني عاملوه ليس ككائن بشري، يعني عاملوه بطريقة ما فيها حتى ذرة من الإنسانية. بلا ما نتكلموا على الضرب اللي تكلم عليه، على جميع أنواع الإهانة، على جميع أنواع التعذيب، على جميع أنواع الضرب اللي تعرض إليه هذا إسماعيل الصنابي. يعني كارثة بكل المقاييس. رجاء تأكدوا لي فقط، لأنه البعض يكتبوا لي أنه إشكالية في الصوت، أنه الصوت والصورة كل شيء على ما يرام. راكم تعرفوا دائما الإشكالية تاعنا هذه. أتمنى، لأنه أنا أصلا التعليقات توقف في بعض الأحيان عندي، فأتمنى بأنه كل شيء جيد. قلت لكم تعرض إلى شتى أنواع التعذيب. فيما بعد حكم عليه في البداية 3 أشهر سجن، ثم وصلت إلى سنة سجن كاملة ونافذة بطبيعة الحال. الدخول إلى السجن هو كاين جزئية صراحة أنا بالنسبة لي ولا أدري، ربما واحد يقول لك ما تقدرش ترتب درجة القذارة تاع النظام الجزائري والأجهزة الأمنية في الجزائر، لكن أكثر شيء صدمني، تعرفوا يحكي أنه تم عرض صورة أمامه تاع شخص، له ماشي أمامه، يعني عرضوا له صورة تاع واحد من الضحيتين والجسد تاعو بالرصاص. يعني على أساس قدموها، يعني هذاك اللي عرضها عليه من خفر السواحل تاع إنجاز، ومسجل الصورة عنده محتفظ بها كميدالية تقريبا، يفتخر. وتتخيل عرضها على هذا الصديق تاعو، يعني عرض عليه الصورة ويقول له شوف في الزميل تاعك كيف، يعني شوف القذارة، شوف النذالة تاع هؤلاء الناس. يعني يفتخر بأنه إنسان ما عندوش سلاح، يعني يرميه بالرصاص من بعيد. هذا هو الإنجاز تاعهم، هذا هو الإنجاز تاع القوات الأمنية اليوم في الجزائر. شوف درجة الحقد، شوف درجة الكراهية، شوف يعني النظام الجزائري ما زرعه. يعني هنا رانا نتكلموا على تراكمات أيضا من ربما الستينات، من السبعينات، من عهد بوخروبة. شوف العقول اليوم أين وصلت باش تعامل. أسيدي اعتقلته، أسيدي قلت ادخل بطريقة غير شرعية، خلي نفوتوا لك كل هذا، دخلته للسجن. أوكي، علاش التعذيب وزيد؟ ليس هذا فقط، أنا هذه فقط سجلتها كأقدر شيء بالنسبة لي قرأته في الشهادة. غرامة مالية تاع 100,000 يورو. هذا الشخص الراتب تاعو قال لك 1500 يورو. تخيلوا اقترض الجيران تاعو، الأصدقاء تاعو، باش قدر يجمع المبلغ، يعني احتجزوه كرهينة أيضا. يعني دفع، هو قال لك غونسون، يعني دفع، وكان مراهنة تدفع باش تتحرر، لأنه في يد عراية، في يد نظام تاع مرتزقة، في يد. لما قالت لهم ماريو ماريشال في الساعات الأخيرة في البرلمان الأوروبي أني تافوايو دولة تاع حثالة ولا دولة تاع قطاع طرق، هاي الواقع اليوم. هاو الواقع لما تكون تعذب الناس، لما تكون تتعرض للناس. بالإضافة آخر شيء أيضا نتكلم عليه هو التهديدات التي تعرض لها. وبماذا هددوه؟ قالوا له لو تحكي جهتك لما تعود إلى فرنسا سنتعرض إلى العائلة، مش العائلة تاعو لأنه له هو فرنكو مغربي، العائلة تاع زوجته الجزائرية.
معناتها الشخص هذا حتى زوجته جزائرية ولم يشفع له ذلك، لم يشفع له أنه من بلد جار، يعني الأصول تاعو مغربية من دولة جارة، ولم تشفع له أنه زوجته جزائرية، لم يشفع له بأنه والد تاع 3 أطفال كما تكلم المقال. يعني أب ماهوش هذا، ماهوش مجرم، ماهوش إنسان بائع مخدرات، هذا عامل جاي يفوت ايام تاع عطله في البلد الاصل تاعو، في بلده، في البلد الاصلي تاع الوالدين تاعو، لقى نفسه في الوضع الكارثي هذا، ولقى نفسه مع مرتزق. لان واحد يقول لك انا لما قاعد نتكلم الان وكانني اؤكد في الشهاده، انا كيف اؤكد الشهاده هذه وكيف نقول لك هكذا بانه حقيقه ما قاله؟ لأنه هذا ما كل الشهادات تاع الناس اللي كانوا في الحراك الشعبي، كل الشهادات تاع اللي عندنا من التسعينات، كل الشهادات منذ 1962، والتصرفات تاع المخابرات الجزائرية والقذارة وطريقة التعذيب والتهديد وغير ذلك تنطبق على ممارسات النظام الجزائري. رانا نتكلموا على ناس اغتصبوا طالب جامعي في 2021 في ثكنة تاع مخابرات، ناس قاموا بتعرية نساء، سيدة مسنة تقدروا ترجعوا الشهادة تاع اسمها فاتحة داودي، قاموا بتعريتها. هذه ما عندهاش، هذه عندها 2 فقط إلى الوراء. ناس تتعرض إلى التعذيب، الناس اللي تم ترحيلهم، ناس كانوا يتكلموا في النظام تم ترحيلهم من أوروبا إلى الجزائر، تعرضوا إلى اعتداءات. معناتها الشهادة تاعو لا يمكن التشكيك، يعني وتنطبق حرفا، يعني مش إنسان قاعد يختلق، ولا إنسان كما نقولوا بالعبارة الشعبية يزيد من عنده، ولا هذه تنطبق مع الممارسات التي نعرفها والقذارة التي نعرفها عن النظام الجزائري حرفيا. يعني شوفوا الناس هادو أين وصلوا. وبحكم أننا نتكلموا على فرنسا، لأنه هذا إسماعيل الآن رفع دعوى قضائية وتم سماعه من الشرطة الفرنسية، لأنه نشوف في البعض أيضا يقول لك لماذا ربما المغرب لأنه هذه القضية فيما يخص هذا إسماعيل الصنابي لا تخص الجزائر والمغرب، هي تخص فرنسا والجزائر. هم بطبيعة الحال المعاملة هذه مع هذا اسماعيل الصنابي لأنه من أصول مغربية بطبيعة الحال ودخل من الحدود المغربية، لكن هو في إطار ما حدث يعتبر مواطن فرنسي. أصلا هو طلب المساعدة، يعني وقال لك بأن السلطات الفرنسية لم تتدخل وما كانش عندها تفاعل كبير في الموضوع تاعو، ولم تحاول أنها بالنسبة لي الدور تاعها لم يكن كبير جدا. لكنه هو في السياق هذا تاع ما حدث، هذه إشكالية بين الجزائر وفرنسا. لكن خروج المقال، لأنه هو منذ سبتمبر راه خرج من السجن، خروج المقال في هذا التوقيت يعني في الظرفية هذه، القضية تاع بوعلام صونصال الآن تضاف على بالكم، القضية هذه الآن صار الطبقة السياسية الفرنسية راكم شفتوا راهي مركزة، راهي كل الأضواء مسلطة باتجاه النظام الجزائري والقذارة تاعو. معناتها السياق تاع الشهادة هذه كارثي بالنسبة للنظام الجزائري. وعلى كل حال تقريبا راح نقول العدالة الإلهية بالنسبة للشخص هذا اسماعيل الصنابي، اللي ربما كانت الشهادة تاعو لم تكن تأخذ هذه الأبعاد لو جات في سياق واحد آخر، لكن جات في السياق تاع أن الطبقة السياسية في فرنسا مركزة على الوضع في الجزائر، على القذارة تاع النظام الجزائري. إذا راكم تشوفوا خصوصا سواء اليمين الوطني حتى اليسار الآن راهم يتكلموا على القضية تاع بوعلام صونصال وعلى الممارسات تاع النظام الجزائري، تدهور الحالة الصحية أيضا لبوعلام صونصال الآن. يعني كل هذه الأمور، ونسمعوا أيضا في نفس السياق يعني هذه سمعناها من المرة الماضية لكن ما سمعناش المقطع كاملا. نسمعوا المقطع كاملا مما قاله وزير الداخلية الفرنسي برونو غوتايو حول هذه القضية تاع ما يحدث مع بوعلام صونصال والعلاقات الجزائرية الفرنسية. Beaucoup plus, parce que je suis filmé, mais chacun sait, la dernière affaire, c'est l'affaire de Boualem Sansal. Mais les relations sont bien sûr extrêmement tendues. Elles l'ont toujours été, même si la France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie. On ne peut pas reprocher au président Macron de ne pas en avoir fait. Il en a fait beaucoup. هنا برونو غوتايو اولا في البدايه يقول لك راكم تعرفوا راني مسجل، يعني ما نقدرش نقول كل شيء، يعني لانه هذا بطبيعه الحال استجواب، والقضيه فيها
اكيد خصوصا في الظرفيه تاع القضيه تاع بوعلام صونصال. لكن في البدايه بغنو غوتايو يقول لك بان هناك اشكاليه كبيره بين الجزائر وفرنسا، وبانه رغم انه يعني ايمانويل ماكرون حاول هذه ودائما نقولوها اصلا التعنت تاع ايمانويل ماكرون منذ وصوله الى الرئاسه كانه صار حلم حياته هو انه تصير عنده علاقات جيده مع النظام الجزائري. لكن المشكل انه النظام الجزائري صحيح عنده هذيك التبعيه، صحيح انه هناك اجنحه في النظام الجزائري عندها ارتباط بفرنسا وغير ذلك، لكن ما اكتشفه ايمانويل ماكرون بشكل متاخر جدا هو انه ماهيش دوله تحترم نفسها. النظام الجزائري القذاره تاعو ما عندوش تصرفات تاع دوله، خصوصا في السنوات الاخيره. في فتره حكم بوتفليقه مثلا كان من ممكن التعامل مع النظام الجزائري. ما لم يدركه ايمانويل ماكرون اصلا. غزافي دريونكور اللي هو سفير الفرنسي الاسبق في الجزائر الى بارلي دافوغلومون، انه وكانه ايمانويل ماكرون اعمى، كان اعمى منذ 2017 في القضيه هذه، ويحاول ويكرر ويضيف. وهنا يضيف برونو غوتايو. Mais le régime algérien a toujours considéré que, et quand on voit d'ailleurs les dernières mesures qui ont été prises pour défranciser d'ailleurs au niveau de l'école, la jeunesse et beaucoup d'autres mesures très très agressives, on voit bien que bien avant la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un processus s'est engagé, très agressif. Bien. J'en dirai pas plus puisque ça va au-delà. Et comme ministre de l'Intérieur, j'ai à connaître un certain nombre d'éléments, d'événements qui me laissent à penser qu'on ne peut pas tout s'autoriser. Une puissance étrangère ne peut pas tout s'autoriser. وهنا برونو غوتايو يقول في كلام يقول لك بأنه بحكم أنه وزير الداخلية هو على علم بكثير من الأمور، ولكن في الفترة الأخيرة التحركات أيضا تاع النظام الجزائري عبر الأبواق تاعو، تجمعات من أطراف مقربة من النظام الجزائري. بطبيعة الحال هذا كله كان حديث أيضا على ربما محاولة النظام الجزائري تحريك إشكاليات، تحريك احتجاجات، استعمال بعض ناس مجرمين ولا في قضية تحريك إشعال إشكاليات أمنية في فرنسا. بطبيعة الحال كان الكلام، وهنا برونو غوتايو وزير الداخلية الفرنسي يقول لك بأنه ما يقدرش، يقول بأنه لا يستطيع التكلم في التفاصيل، لكن عنده معطيات حول يعني معناتها نيتا فوايو، دولة تاع حثالة. هذا هو التصرف. أصلا قلت لكم أنه في الكلام تاع وزير الداخلية الفرنسي هو الإشارة إلى الجزائر بالنظام الجزائري. وتعرفوا هذه راي في القضيه تاع المصطلحات راهو تحول كبير هذا. ولو انه برونو غوتايو قبل ما يصير وزير هو كان عنده اشكاليه كبيره مع النظام الجزائري، لكن استعمال مصطلح النظام الجزائري في حد ذاته هو تحول كبير في الرؤيه الفرنسيه بالنسبه والتعامل مع النظام الجزائري. ودوك نتكلموا ايضا عن الاشكاليات الاخرى هذه تاع اشتعال الوضع في المنطقه وغير ذلك. لكن هنا برونو غوتايو يشير الى هذه الامور ويقول لك انه بعيدا ليس فقط قضيه اعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء، لكن من قبل كانت اشكاليات. وتتذكروا القضيه تاع اميره بوراوي هذه الناشطه الجزائريه اللي هربت عبر الحدود التونسيه، ثم تدخلت السفارة الفرنسية في تونس لإنقاذها وإدخالها إلى فرنسا، لأنه كان قيس سعيد سيقوم بتسليمها للنظام الجزائري. لكن لما رن الهاتف من فرنسا بطبيعة الحال سلمت، نقلت إلى فرنسا، واليوم هي راهي مقيمة. القضية كانت أخذت أبعاد كثيرة، والناس اللي يتذكروا رانا تكلمنا عليها منذ سنتين الآن. En matière de violation de souveraineté. Donc, les relations étant ce qu'elles sont, évidemment, à titre personnel, je serais favorable, bien sûr, à cette dénonciation. Je pense que c'est un droit qui est exorbitant et que plus rien ne justifie ce droit-là. Et ces dérogations, rien. Je pense vraiment. وهنا يتكلم على الانهاء تاع الاتفاق تاع 1968، هذول الاتفاق بين الجزائر وفرنسا اللي يعطي امتيازات للمهاجرين الجزائريين في فرنسا. وهو هذا برونو غوتايو من اكبر المرافعين على قضيه انهاء هذا الامتياز. شوفوا من يدفع ثمن ايضا حماقات النظام الجزائري الان هم الجزائريين مساكن. قضيه التاشيرات التي سيتم تخفيضها الان اكيد انه واحده من الاجراءات في بسبب قضيه بوعلام صونصال، بسبب قضيه ايضا عدم يعني الاستجابة تاع النظام الجزائري لطلبات فرنسا لترحيل بعض المجرمين من جنسية جزائرية. راكم شفتوا مؤخرا هذه القضية تاع الجزائري اللي اغتصب
معاق، والكاميرات سجلت هذا. القضية هذه أيضا راهي تأخذ في أبعاد، لأنه كل الأضواء يعني مسلطة لهذا القضية هذه تاع إسماعيل الصنابي، ولا بد من أنها تكبر القضية. أتمنى بأنه هذا الشخص يعني راح يتوجه إلى بطبيعة الحال الهيئات الأممية من أجل أنه يرفع قضية التعذيب ضد النظام الجزائري، أنه يحاول أنه يصل أيضا إلى الخارجية الأمريكية حتى تذكر القضية تاع إسماعيل الصنابي في التقرير الخارجية الأمريكية للسنة القادمة في موضوع الحريات في الجزائر. بطبيعة الحال إذا أحسن، لا أدري إذا كان من يحيط به من يعني إذا عنده ناس تنصحه، لكن ضروري جدا هذه الخطوات لفرض ضغط على النظام الجزائري، وهو كشخص يسترجع بطبيعة الحال، ما نقولش يسترجع حقه، لكن على الأقل. وفي نفس السياق، وهنا المفارقة ربما هنا الاستغلال تاع المغرب، الاستغلال الإيجابي بطبيعة الحال، كل بلد يخدم مصلحته. هنا في نفس التوقيت اللي راكم تشوفوا النظام الجزائري كيف تراه الآن، خصوصا فرنسا، الطبقة السياسية في فرنسا، كيف الصورة تاع الجزائر الآن. في نفس الوقت يظهر اليوم وزارة الداخلية الفرنسية اللي على رأسها برونو غوتايو اللي كنا نسمعوا فيه، يقول لك Maroc France une réunion inédite pour améliorer les procédures migratoires. يعني اجتماع غير مسبوق بين السلطات الفرنسية والمغربية من أجل تحسين قضية الهجرة. وأكيد أنه هذا يدخل في قضية الآن عودة العلاقات بين فرنسا والمغرب، لكن وكأنه الآن الصورة هي أنه بلد يتعامل كدولة تحترم نفسها، اللي هو المغرب مع فرنسا، وعلاقات تجارية وعلاقات اقتصادية وكل شيء ماشي على ما يرام. في وقت أنه البلد من جهة أخرى اعتقال بوعلام صنصال، هالكلام في وكالة الأنباء الجزائرية الكلام القذر، استحالة على التواصل تاع، وكأنك مكش أمام دولة، كأنك أمام مجموعة تاع مرتزقة على رأس بلد، يعني مكش على مجموعة تاع قطاع طرق يحتجزوا الرهائن ويحاولوا أنهم يأثروا على القضايا. وبالحديث على هذا، لأن الموضوع هذا تاع فرنسا صراحة كارثة كبرى في حد ذاتها. تطرقت جريدة الوطن في مقال مطول إلى التناقض الفاضح في الموقف الفرنسي الذي بات رهينة اللوبيات الصهيونية، فبين التحول الكبير في موقف باريس تجاه القضية الصحراوية، ها هو الإليزي يتنصل من تنفيذ قرارات محكمة. يعني بربكم، هل هذا تواصل تاع دولة تحترم نفسها؟ هذه كلمة صهيونية في كل بيان، في كل برقية، في التلفزيون يومي، في قناة والكلام هذا على أساس أنه الآن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء عنده علاقة بالصهيونية. الآن قضية أنه قال لك فرنسا ضربت عرض الحائط القرارات تاع محكمة العدل الأوروبية، لكن كل الدول الأوروبية أصدرت بيانات. أصلا وزير الخارجية أحمد عطاف استدعى السفراء تاع الدول الأوروبية، قال لهم كيف تصدرون بيانات تساندون فيها المغرب، والاتحاد الأوروبي لم يرد عليهم تماما. يعني علاش تحطوا الجزائر في هذا الموقف؟ أن أقر بقرارات الأممية. أحمد خير الدين. عندما ينتهك الاعتراف التزام عدم الاعتراف، عودة حول دعم فرنسا لاحتلال آخر مستعمرة في إفريقيا. مقال مطول في جريدة الوطن يعري تحول الموقف الفرنسي حول قضية الصحراء الغربية، تحول يعكس حقيقة حجم الضغط الذي تمارسه اللوبيات في فرنسا تجاه قضية الصحراء الغربية، بعد أن كانت فرنسا العضو الدائم في حالة مرة. وهذه راني قلت لكم من وقت في قضية زيارة سفير فرنسا في المغرب إلى الأقاليم الجنوبية المملكة المغربية، زلزال القضية هذيك. وهذه راهي التداعيات تاعها، يعني صاروا لا يريدون العودة إلى الوراء في القضية هذه. يعني توريط الجزائر مصرون، واصلا الطريقة لو على الأقل كانوا يتصرفوا كبلد وبتواصل تاع بلد قال حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومجلس الأمن لا، الصهيونية فرنسا والجانب. تعرفوا على بالكم ساعات من البلاطوهات، من البرقيات تاع وكالة الأنباء، التلفزيون لا يوميا. هذه راهي من اليوم فقط، هذا التقرير كان اليوم من التلفزيون العمومي. ودائما الموضوع المغرب دائما لا يخلو يعني الذكر للمغرب في قضاياهم. وهنا نروح إلى الموضوع
ربما الأخطر واللي راح، ثم في النهاية ننهي بقضية القاذفة الأمريكية والدلالة تاعو لأنه مرتبط بقضية هذا التقرير. طبيعة الحال تقرير من دوك نحاول نعرض عليكم العنوان على الأقل. تقرير من مجموعة الأزمات الدولية. مجموعة الأزمات الدولية بطبيعة الحال هي مجموعة أنشئت سنة 1995 بالقياس مع ما كان يحدث وقتها في البوسنة وغير ذلك، من أجل إصدار تقارير ونصائح وإرشادات للدول من أجل تجنب الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب. هذا هو الهدف تاعها. بطبيعة الحال إصدارت تقرير، والتقرير تاع مجموعة الأزمات الدولية، وهي دائما لما تذكر دائما لما تكون النزاع بين روسيا وأوكرانيا كانت عندها تقارير. الآن فيما يحدث في سوريا هناك تقرير حول الموضوع، يعني تصدر تقارير. لكن تخيلوا في التوقيت هذا رغم أنه التركيز الآن في الشرق الأوسط، أصدرت تقرير حول تصاعد الأزمة هذه بين الجزائر والمغرب. معناتها انه الكلام، انا قلت لكم بدايه وانا على العموم راكم تعرفوني انا مش من النوع اللي نجي نقول لك راني عندي معلومه، ولا انا حتى لما تصلني امور احتفظ بها لنفسي واعطيها في قراءاتي. لكن لما نقول لك معلومه على العموم راني متاكد، لما قلت لكم في شهر سبتمبر بأن النظام الجزائري وما يستعد له هذا كان بناء على معطيات أنه هناك رغبة. وأنا تكلمت عن المنطقة العازلة، ما قلتش أنه حابين يدخلوا في حرب مباشرة. القضية راح تكون عبر المنطقة العازلة. ودوك نشوفوا الآن التقرير هذا إذا كان على ماذا يتكلم بالضبط. طبيعة الحال التقرير، عفوا فقط أعتذر منكم. أظن أنه كان جاتني رسالة على ما أظن بسبب التبليغات، ربما لما نستعمل بعض المصطلحات يبلغوا عن الموضوع. أتمنى أن الأمور عادت إلى نصابها الآن. لو تأكدوا لي فقط أن كل شيء الآن تمام، خصوصا في الصوت. لا غالب هذا هو الإشكالية، هذه الإشكالية تاع التبليغات ما راح ننتهي منها يعني. ريثما آتيكم بالتقرير. أوكي الآن كل شيء على ما يرام. أوكي. بطبيعة الحال الناس، وأنصحكم أنكم فيما بعد خصوصا الناس اللي يقرأوا باللغة الإنجليزية أنكم تطلعوا على التقرير كاملا، لأنه فيه إحنا راح نركزوا على الشق الذي يهمنا، الشق السياسي، الشق المرتبط بالأحداث الآنية. لكنه صراحة وربما هذا هو الأمر المخيف تقريبا راح نقول لكم، أنه يتطرق إلى الجانب التاريخي بالتفاصيل. فيه بعض ما نقولش أخطاء، فيه بعض الأمور الغير مضبوطة تماما في الشق التاريخي. لكن صراحة يعني كان تقرير مفصل جدا، ولهذا قلت لكم أنه يكون مفصل، معناتها أنه الملف هذا يعني ملف ساخن على الأقل. العنوان هو Managing Tensions Between Algeria and Morocco، يعني السيطرة على هذه النزاع هذا بين الجزائر والمغرب. لأنه بطبيعة الحال التقرير هو الهدف منه هو التقليل تاع التوتر هذا. وفي البداية يقول لك بأنه أول شيء يبدأ به يقول لك التقرير بأنه تسيير النزاع هذا بين الجزائر والمغرب لماذا لم ينتقل إلى حرب في السنوات الأخيرة، معناتها أنه في مراحل كثيرة كنا على شفا حرب. هو أولا الجهود الأمريكية، وركز كثيرا على الجهود الأمريكية في قضية تخفيض التوتر بين الجزائر والمغرب عسكريا في السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ 2020 اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية المغربية الصحراء، إقامة علاقات بين عودة تواصل دبلوماسي بين المغرب وإسرائيل. ويقول لك أنه ضبط النفس، معناتها أنه كان نوعا ما ضبط النفس، ولو أنه ضبط النفس أيضا أشاروا إلى خطابات تاع العاهل المغربي وقتها اللي كان يتحدث الجزائر، تتذكروا الجزائر والمغرب توأمان، وأنه دعا إلى عدم التهجم على الجزائر وغير ذلك. لكن التقرير هذا بطبيعة الحال من كرايسيس جروب أول ما يتكلم عليه
وهنا ربما تقريبا راح نقول لكم الغرابه، لانه اصلا الهدف من التقارير تاع كرايسيس جروب هو انه يكون تقرير متوازن بين الطرفين. لما يكون تقرير على اذربيجان وارمينيا يكون توازن، لما يكون روسيا انه في قضيه روسيا واوكرانيا مش متوازن كثيرا. لكن من اول الامور التي يشير اليها هو العزله الدبلوماسيه الجزائريه. العزله الدبلوماسيه من اللي سببها النظام الجزائري لبلدنا في قضيه بطبيعه الحال. واظن انه في البدايات يتكلم عليها. يقول لك Spain and France tried to stay on good terms with both countries. يقول لك بأنه المهم بعد الناس اللي يحبوا يطلعوا على التقرير كاملا، لكن أنا نعطيكم أهم الأمور. أنه إسبانيا وفرنسا كانوا يحاولوا أنهم يبقوا متزنين في علاقتهم مع بين الجزائر والمغرب، وبقاو في موقف بالنسبة لإسبانيا موقف الحياد الإيجابي، بالنسبة لفرنسا كان يعني الموقف ما تطورش. لكن انه هذو البلدين اصطفى في لصالح الطرح المغربي، وهذه حقيقه. يعني العزله الدبلوماسيه اصلا في الموضوع هذا صارت تتكلموا ايضا على انه منذ وصول العائل المغربي محمد السادس الرؤيه نوعا ما الدبلوماسيه المغربيه اخذت منحى جديد. رجعوا الى قضيه انه بدايه من 2002 تقريبا قبر العاهل المغربي محمد السادس قبر القضية تاع الاستفتاء، يعني وقال لك انه هذه الرواية صارت يعني تجاوزها الزمن. 2007 مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها، ويعني تكلم ايضا على قضيه انه بدايه من 2022 كيف انه تكلم هذاك الخطاب تاع انه المغرب يرى العالم بقضيه الصحراء من نظاره الصحراء المغربيه. يعني هذه الامور كلها تطرق اليها هذا التقرير بالتفاصيل. لكن في موضوع الصحراء بعيدا عن الخلاف بين الجزائر والمغرب، يقول لك بانه التقرير نفسه اللي هو في الاصل تقرير محايد يقول لك تقريبا بانه القضيه منتهيه، رغم انه ليس الدور تاعهم. لكن اولا تركيز هو على قضيه الصحراء. هم يتكلموا في البدايه، لو واحد ما يعرفش المنطقه يجي يقول لك باللي نزاع بين الجزائر وامكانيه اشتعال ازمه مسلحه بين الجزائر والمغرب، ولكن موضوع التقرير هو الصحراء، هو لا الموضوع هذا. يعني الموضوع الوحيد، الموضوع بالنسبه للكرايسيس جروب تقريبا راح يقولوا لنا بانه منتهي، بل انه في امر تقريبا راح نقول لكم غريب، لو اتمنى اني نلقاه بسهوله فقط. بالنسبه للوصول تاع الاداره تاع دونالد ترامب، شوف نقرا لكم بالاصل ونترجموا مع بعضنا حتى تشوفوا، خصوصا الناس اللي يفهموا الانجليزيه، يعني دقه تاع ما قيل. يقول لك diplomacy have maintained peace between the neighbors، انه الدبلوماسيه خلات نوع من السلام بين الجارين. But hostilities in Western Sahara, online disinformation, a bilateral arms race and the advent of President-elect Donald Trump's administration are all risks. يعتبروا بأنه هذه الأمور بطبيعة الحال قضية ما يحدث في المواقع، المسائل الدبلوماسية، عودة لأنه تكلموا على اختراق ووقف إطلاق النار في 2020 وغيرها من الأمور. لكن يعتبروا أنه عودة الإدارة تاع دونالد ترامب هو من المخاطر، يعني قالوها بشكل مباشر. لماذا يقول لك بأنه عودة إدارة دونالد ترامب هي من المخاطر في موضوع مواجهة مسلحة بين الجزائر والمغرب؟ لأنه عودة إدارة دونالد ترامب معناتها التصفية تاع القضية. التصفية تاع القضية معناتها تبقى احتمالية، وهذا ما قلته معكم منذ أسابيع، بأنه لابد أنك تشعل مواجهة مسلحة. الأمل الوحيد، وهذه الإشكالية الكبرى، الأمل الوحيد للنظام الجزائري الآن هو إشعال، لهذا قلت لكم أنه بداية وهو ما يتوجهون إليه إلا الآن، إذا تم التعامل مع النظام الجزائري بحكم ما يحدث مع فرنسا، عودة الإدارة تاع ترامب. لكن الخطر هو أنه ربما الأمور هذه تحدث قبل 20 جونفي، يعني أنه الآن الأمل الوحيد للنظام الجزائري باش يبقي على الأقل الملف هذا فوق الطاولة هو إشعال مواجهة مسلحة.
وهذه هي. وهنا التقرير يشير إلى الموضوع بشكل مباشر، لأنه يعتبر بأن عودة الإدارة تاع دونالد ترامب هو من مخاطر اشتعال أزمة. ربما واحد لما يقرأ هذا الأمر يقول لك وش العلاقة بين الموضوعين. يتكلم التقرير عن رجاء أيضا إلى موضوع التشدد داخل من ميليشيات البوليساريو، أن هناك خصوصا الشبان داخل ميليشيات البوليساريو صاروا يرون بأن المقاربة الحالية يعني ليست بالمقاربة الصحيحة، وأنه لابد من تصعيد الأمور في مسألة أيضا بطبيعة الحال، وهو ما رأيناه مؤخرا هذه القضية تاع المحبس، ولو أنها كانت من تحريك من النظام الجزائري. القضية حتى تاع ضرب العمل تاع بعثة المينورسو أشار إليها التقرير، لأنه حتى تشتعل مواجهة مسلحة باش الناس تكون في الصورة. قضية المينورسو إشكالية، لأنه وجود المينورسو تعرفوا بأنه المنطقة العازلة، لا أدري إذا كان الناس كلهم عندهم المعلومة، لكن المنطقة العازلة هي منطقة سلمها المغرب للأمم المتحدة ولبعثة المينورسو. هذه المنطقة العازلة ليست مفروضة على المغرب. المغرب هو من اختار أنه يضع المنطقة العازلة. أصلا في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة تكلمت لكم على بداية يعني وضع خروقات في الجدار الرملي من طرف الجيش الملكي، من طرف القوات المسلحة المغربية، أنهم بدأوا يفتحون تخندقات داخل الجدار وبدأوا يخرجون من خارج الجدار، لأن المنطقة العازلة هو اتفاق في إطار أن القضية موجودة في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة أنه أعطية. العناصر في البوليساريو اللي يريدون المواجهة بطبيعة الحال يستهدفون العمل تاع بعثة المينورسو، واصلا اذا البوليساريو يستهدف بعثه المينورسو وانتهى وجود بعثه المينورسو، المغرب يسترجع المنطقه العازله، تصير القوات المغربيه موجوده على الخط الحدودي مباشره مع الجزائر، واي احتكاك اذا البوليساريو ضرب، لانه هذه قضيه المنطقه العازله اصلا قضيه نوعا ما خارجه على المنطق، لأنه البوليساريو لما يضرب من المنطقة العازلة هو قادم من الأراضي الجزائرية والأسلحة من الأراضي الجزائرية، لكن وكأنه واحد اللعبة حتى ما يكونش مواجهة مباشرة بين الجزائر والمغرب موجودة هذه المنطقة. لكن إذا أنهي العمل بالمنطقة العازلة، الجيش المغربي يكون على الحدود، أي ضربة تأتي من تندوف هي ضربة تأتي من الجزائر، ومعناتها أي عناصر من البوليساريو يدخلوا إلى تلك المنطقة ويحبوا يرجعوا باتجاه الجزائر بحكم الحق تاع المتابعة للقوات المغربية، عندها الحق في متابعتهم إلى الأراضي الجزائرية، أو يقول لك المغرب بأنه عندي الحق في متابعة من يستهدف الأراضي المغربية. وهنا هنا تشتعل الأمور. لهذا قلت لكم أن المنطقة العازلة المسألة كلها مرتبطة بهذه المنطقة، القضية كلها هناك. القضية لن تحدث على باليش أنا في الحدود باتجاه من فوق باتجاه فقيق أو في المناطق هذه. المنطقة مرتبطة بالمنطقة العازلة، وهنا تشوف الممارسات الحماقة تاع النظام الجزائري. معناتها تحريك تاع ميليشيات البوليساريو لاستهداف البعثة تاع مينورسو، معناتها الآن أصلا الإشكالية تاع النظام الجزائري مع هذه البعثة، لأنهم هم الآن بحاجة، والأمور ستتجه إلى هذا الأمر عاجلا أم آجلا. على كل حال، سواء يحدث هذا الأمر، سواء يحدث اليوم، سواء يحدث غدا، سواء بعد سنة بعد سنتين، الأمور كانت متجهة إلى أنه لأن المغرب عاجلا أم آجلا لابد للمينورسو أنها تغادر هذه المنطقة، ولا بد بمغادرة هذه المنطقة بطبيعة الحال المغرب لن يترك هذه الأراضي على باليش أنا البوليساريو باش يجي يعمل دولة فيها. المنطقة هذه سيتم بطبيعة الحال دخول الجيش المغربي، سيكون الجيش المغربي في الحدود مباشرة مع الجزائر، وهنا ممكن أنه تشتعل الأمور. والتقرير هذا أنه يأتي في هذه الظرفية، يأتي في هذا التوقيت، وياتي في وقت راني قلت لكم راني من سبتمبر تكلمت لكم على انه تحركات كبرى من الجيش الجزائري باتجاه
الناحية العسكرية الثالثة باتجاه تندوف. القائد تاع الناحية هذه العسكرية اللي صار الآن قائد القوات البرية، معناتها كل النظام الجزائري متجه، كل شيء موجه باتجاه هذا الأمر في الفترة هذه. الآن إذا لم يتم التعامل مع النظام الجزائري الآن في الظرفية الحالية، صراحة الموضوع لابد أنه يأتي من القوى الكبرى. يعني الآن على حسب التعامل تاع فرنسا مع الموضوع، التعامل تاع الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة القادمة لدونالد ترامب مع الموضوع. لكن إذا لم يتم التعامل مع النظام الجزائري، أكيد أن الأمور ستتجه إلى ما لا يحمد عقباه للأسف. وهنا تأتي المسألة اللي بطبيعة الحال وهي من أهم ما نتطرق إليه، وهي قضية القاذفة الأمريكية هذه البي 52 التي بطبيعة الحال حلقت القضية. ما تأكيدها لأنه موقع مغربي هو من نشر الموضوع في البداية، ولكن القضية تم تأكيدها بطبيعة الحال بالرادارات أيضا، بأنه هذه القاذفة الأمريكية اللي هي القاذفة الأمريكية هذه البي 52 هي رمز، هي ليست في القضية العملياتية ولا هي رمز للولايات المتحدة الأمريكية. في ماذا؟ في الردع. الدور تاعها هو الردع. ولو نشوفوا، كنت فقط أريد أنني ناخذ لكم هكذا، وهذه القضية تقدروا عفوا ب 52 إيران تقدروا تتأكدوا منها بنفسكم، حتى لو تاخذوا آخر ما كتب على هذه القاذفة الأمريكية 3 نوفمبر. لو نشوفوا مثلا لو فيغارو على سبيل المثال: des bombardiers américains B-52 sont arrivés dans la région pour mettre en garde l'Iran. معناتها قاذفات أمريكية من نوع B-52 وصلت إلى المنطقة، هنا يتكلموا عن الشرق الأوسط، لتحذير إيران. وكل المقالات اللي تلقاوها عن العموم عن البي 52 هذه هي مرتبطة بإيران. معناتها كل ما تكون إشكالية في الشرق الأوسط، démonstration de force américaine contre l'Iran, de B-52 survole la région. يعني دائما الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية لما تريد توجيه تحذير في أي منطقة توجهه عبر هذه القاذفات الأمريكية، لأنه هذه القاذفات لماذا قلت لكم رمز؟ طبعا الحال الصناعة تاعها يعود إلى 1952، ولو أنه تم تحديثها في عدة مرات من شركة بوينغ المصنعة. بطبيعة الحال هي رمز، لأنه أيضا عندها خصوصيات 14,000 كيلومتر دون أنها تحتاج إلى تموين وغيرها من الأمور التقنية المرتبطة بها، لكنها بقت رمز تاع القوة الأمريكية. وأنه لما الولايات المتحدة الأمريكية تريد إرسال رسالة تحذير، تتحرك القاذفة الأمريكية هذه التي تحركت في المملكة المغربية بطبيعة الحال من أجل في المنطقة ليس ببعيد على طنطان، يعني ليس على الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. يعني كان هناك عملية تدريبية، ولكن وجود هذه القاذفة في المنطقة، وتعرفوا بأنه أصلا التقرير اللي كنا نتكلموا عليه تاع كرايسيس جروب يعود إلى ما قامت به المغرب بداية من 2004 باستضافة المناورات تاع الأسد الإفريقي، أنه صارت حليف استراتيجي لحلف الناتو. معناتها أنه والتقرير أيضا تاع كرايسيس جروب كان يعني يدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيقاف تسليح المغرب، وهم دعوا أيضا إلى أن السعودية تتدخل مثلا من أجل أن روسيا توقف تسليح الجزائر، يعني أو يعني التسليح اللي يمكن أنه يستهدف المغرب. وكانت إشارة المواضيع تطرقنا إليها، هو يقول لك بأنه في القوة العسكرية ربما الجيش الجزائري في البداية يقول لك عنده تفوق، لكن يقول لك تقرير تاع كرايسيس جروب بأنه التسليح، نوعية التسليح الذي تحصل عليه المغرب في قضية ما أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل أيضا، وكانت دعوة لأنه الولايات المتحدة الأمريكية توقف أو تفرض على إسرائيل أنها توقف تسليح المغرب. يعني أنه هذا التسليح هو اللي الآن يعطي أيضا أسبقية أو يعطي أولوية أو قدرة على الضرب للمغرب فيما يخص يعني بالمقارنة مع الجيش الجزائري. وهنا أيضا
تفهم ربما الإشكالية تاع لماذا النظام الجزائري. النظام الجزائري قضية إقامة علاقات، إعادة العلاقات بين الجزائر وبين إسرائيل والمغرب، هذاك ليس فيه إشكال كبير. الإشكال هو في الاتفاقيات العسكرية. النظام الجزائري قضية تطبيع ما عندوش معها أصلا، لكن قضية الاتفاقيات العسكرية، لأن النظام الجزائري كان بطبيعة الحال هو مستفيد، أن المغرب ما كان يفتقر إلى نوعية من السلاح يحتاجها، وهي البلد الوحيد اللي كان ممكن أنه يأتي منه السلاح هو إسرائيل. هذه قلتها أصلا منذ البداية في قضية لكن ربما في المغرب بطبيعة الحال الناس ما عندهمش اطلاع على هذا الموضوع. ناس تخرج في الشوارع تقول لك إيقاف العلاقات مع إسرائيل، لكن توقف العلاقات مع إسرائيل وتوقف الاتفاق العسكري مع إسرائيل معناتها. والشيء الوحيد اللي يحمي اليوم المغرب ربما ويعطي لأنه التوازن في التسليح أيضا يجعل بأنه حتى النظام الجزائري، هذه القضية اللي يتكلم عليها التقرير على أنه ضبط النفس، لكن ضبط النفس لأنه النظام الجزائري الآن يقول لك باللي في الطرف الآخر عنده قوة تاع ضرب. لو لم يكن التسليح الإسرائيلي ربما كان الكلام يكون مختلف، لأنه هذه قضية التسليح أنه المغرب يتسلح عندها إيجابية للمنطقة، لأنه حتى نظام مثل النظام الجزائري المتعفن ربما يضبط النفس قليلا في موضوع أنه يشعل مواجهة مسلحة مع المغرب، لأنه لو لم يكن توازن كانت الأمور تكون كارثية. لأنه واحد هذاك الوقت راح تسائل النظام الجزائري علاش يتسلح من إيران، علاش يسلح البوليساريو من إيران، لماذا يتسلح من روسيا. هذه قضية التسليح إذا وصل المغرب إلى أنه، وحتى كنت تشوفوا ما يحدث في السنة الأخيرة ولم يتم إيقاف العلاقات مع إسرائيل، لأنه هناك صعوبة في الموضوع، لأنه هناك القضية عسكرية بالنسبة للمغرب هي قضية وجودية. التسليح الإسرائيلي راني قلت لكم هي قضية نوعية أصلا. هذا كرايسيس جروب يقول لك بأنه هناك تفوق، لأنه بطبيعة الحال ميزانية الجيش الجزائري منذ 1962 هي أكبر من كل ميزانيات في كل السنوات، هي أكبر من ميزانية الجيش المغربي بحكم الريع البترولي في الجزائر. ربما في فترات كانت إشكاليات في الجزائر، لكن على الأقل منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم يعني في العشرين منذ 1999 دائما الميزانية تاع الجيش الجزائري ميزانية ضخمة. يعني في قضية العتاد الكمي، في قضية الكم تاع العتاد هناك تفوق جزائري، لكن الآن هي القضية قضية نوعية. وهنا يعني تحدث الإشكالية بطبيعة الحال. هذه هي القضية تاع القاذفة، يعني النظام الجزائري الإشكالية الكبرى أنه نظام يضرب ضرب عشوائي. راكم تشوفوا في الأزمة مع فرنسا، راكم تشوفوا في القضايا الداخلية يعني والقضية الداخلية الأمور مشتعلة كليا. يعني هجرة تقريبا حتصير جماعية عبر قوارب الهجرة غير الشرعية باتجاه إسبانيا. الشباب هاربين، الظروف كارثية، الظروف الاقتصادية كارثية، الحالة المعيشية. لهذا راكم تسمعوا الآن تروح للتلفزيون العمومي القنوات الرسمية الحديث فقط موضوع الصحراء، هذا الصحراء الغربية ليلا نهارا، المغرب في كل جهة، البوليساريو، حق الشعوب، ما على باليش الصهاينة، كلها نظرية المؤامرة، الروايات والتجييش تحضيرا لأمر ما. لهذا هذه هي الإشكالية. قلت لكم الأمل الوحيد الآن ربما هو في أنه القوى الكبرى ترى في أنه ضرورة في التعامل مع النظام الجزائري، لأنه في حال عدم التعامل مع هذا النظام ربما سنذهب في المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. أشكركم جزيل الشكر، ما تنساوش زر الإعجاب هذاك في النهاية حتى نبقاو في الخوارزمية تاع اليوتيوب، تشاركوا البث، والملتقى في قادم الأيام. ومازال المواضيع هذه راكم تشوفوا تاخذ وقت طويل حتى نفصلوا فيها، رغم أنه التقرير هذا تاع كرايسيس جروب يعني راني أعطيتكم أهم التفاصيل، وأنصحكم للناطقين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية بالاطلاع على التقرير crisisgroup.org، يعني في الموقع الرسمي لكرايسيس جروب. تقرير طويل وعريض يرجع للجانب التاريخي. أكيد أنه كلكم ستستفيدون من هذا الأمر، والملتقى في قادم الأيام. شكرا لكم.